السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من ضحكتنا الحلوة. في ناس مهما تحاول تساعدهم أو تحطهم في أحسن ظروف، الحظ دايما بيقول لهم نو نو، لا لا. والمثل الشعبي قالها بمنتهى البساطة: المتعوس متعوس، ولو علقوا على راسه ايه؟ فانوس. تفتكروا بقى، هو فعلا في حاجة اسمها نحس، ولا كل واحد بيصنع حظه بإيده؟ يعني المتعوس متعوس عشان القدر كده، ولا عشان هو مش بيتعلم من أخطائه؟ وقصة المثل ده يا رانيا جميلة جدا. إن كان في أخين، واحد غني والتاني فقير، لكن عزيز النفس جدا ومش بيقبل مساعدة من حد. الأخ الغني حب يساعده من غير ما يحرجه، فوضع له في الطريق شوية فلوس كده، بحيث اللي هو لما يمشي أو يعدي من الطريق ده يلاقي الفلوس. لكن الفقير في اليوم ده قرر يمشي مغمض عينيه علشان يراهن نفسه، وعدى على الفلوس وما شافهاش. فلما عرف الغني قال له الجملة الشهيرة: المتعوس متعوس ولو علقوا في رقبته فانوس. يعني حتى لو الحظ واقف جنبه برضه هيفوته. المثل ده بيدينا درس ساخر، إن الحظ مش هو اللي بيحكم دايما. أوقات إحنا اللي بنقرر نفضل متعوسين لما ما نتعلمش، أو ما نحاولش نغير من نفسنا. يعني قبل ما نعلق الفانوس، يمكن محتاجين ننور جوه نفسنا الأول. وفي نهاية حلقتنا بنقول لكل الناس ما تنسوش اللايك والشير وتتابعونا. باي باي.